مرحبا. حلقة اليوم هي استكمال إذا بدكم لمتابعتنا لقضية الصحافي إيلي لحود. هي القضية كثير بشعة بطبيعة الحال إنه تيجي نحكي فيها، ولكن حكينا فيها بعد ما انتشر بالإعلام وتحولت لقضية رأي عام، وإنه وتحولت لاتهام سياسي مش مبني على أي دليل، وجزء من كبير من الناس صدق الفرضية اللي عم تتداول على السوشيال ميديا، وبعيدا عن أي تفصيل أو أي خلفية. متابعة هيدا القضية هي بس لحتى تنقال الحقيقة وبالضبط شو اللي انقال. وبعرف هيدا الموضوع إثارته ممكن يعمل يزعج العائلة، وممكن يزعج رفقاته يمكن لإليه، ولكن بهالحلقة اليوم رح أقول بس النتائج اللي توصلوا لها المحققين، ونتائج التحليل الفني للكاميرات، ونتائج الوشم البارودي، التحليل الفني اللي صار. أولاً بحسب كاميرات المراقبة، آخر شيء رح أقول لكم شو نتيجة تحليل الوشم البارودي. بحسب كاميرات المراقبة إيلي بفوت على الساعة، وأول شيء كمان شو اللي مسجل بكاميرات المراقبة، شو قال إيلي آخر شيء قبل ما يطلع صوت الرصاص. الساعة 13:12 دقيقة بتاريخ 7/2/2023 وصل إيلي قدام الكنيسة. فات إيلي على الكنيسة، وقف أمام المزار على مدخل الكنيسة. 13:13 دقيقة عمل جولة إيلي داخل الكنيسة لحتى يتأكد إنه ما في حدا بالداخل، وكان حامل تليفون بإيده. 13:14 دقيقة فات إيلي على غرفة المعمودية. الساعة 13:15 دقيقة بيطلع إيلي من غرفة المعمودية وبيروح على زاوية اللي عثر فيها على جثته، وهي بعيدا ما بتجيبها كاميرات المراقبة اللي موجودة، ما بتجيبها بالضبط، وما كان تليفونه معه. على الساعة 13:43 دقيقة سمع صوت طلق ناري بحسب الكاميرا داخل الكنيسة، علما أنه الكاميرات بقلب الكنيسة بيسجلوا صوت وصورة شو كان عم بيصير. وتبين أنه قبل إطلاق النار سمع صوت إيلي بشكل غير واضح، ولكن كان تبين أنه كان عم بيقول يا عذراء ارحميني ويا يسوع الرحوم. الخلاصة أنه إيلي فات على الكنيسة وجلس بموقع العثور عليه بمفرده قبل قيامه بالانتحار. قعد هونيك 28 دقيقة قبل ما يقوس النار قبل ما يقوس على حاله. الوشم البارودي تبين بحسب الفرع الفني بقوى الأمن الداخلي أنه الوشم البارودي موجود على إيديه 2 لإيلي، وأنه خلاصة التحقيقات بتقول أنه هو مطلق النار على نفسه. بدي أقول لكم أنا هيدي خلاصة التحقيقات. التليفون موجود عند مخابرات الجيش، القضاء طلب أنه يرجع يتحول عند القوى الأمنية. التحقيقات الأولية قالت أنه إيلي أطلق النار على نفسه، وهي نتائج كاميرات المراقبة، الكلمات الأخيرة اللي قالها إيلي قبل ما يطلق النار على حاله، والفترة اللي قعدها قبل ما يقوس. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.